شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الأفلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الأول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. فيلمنا النهارده بيبدأ مع الشخصية دي واللي اسمه هيكتور، وبيكون هيكتور ساحر بس بعيد عنك فاشل، وبيروح يعمل عرض في مسابقة سقط فيها قبل كده كتير، وعشان يدخل المسابقة دي كان لازم يخش من باب المطبخ اللي في الفندق. وبيبدأ الفقرة بتاعته قدام لجنة التحكيم، وبيروح مطلع شوية حمام من تحت البلطو بتاعه، يعني شغل ممكن يمشي مع السيرك مش مع لجنة زي دي، فبيروحوا طاردينه طبعا. ولما بيمشي في الشارع فبيبص بيلاقي نفسه واقف قدام محل لبيع الحيوانات، ولأنه مش عارف يعمل حاجة فبيطلب من الراجل أي حيوان يساعده في فقراته. فالراجل بيقول له أنت تاخد نسناس احسن لك. وهو واقف فبيسمع صوت حلو قوي وعمال بيغني من ناحيه مخزن المحل، فبيروح يشوفه، فبيتفاجئ لما بيشوف انه تمساح صغير ده هو اللي بيغني وبيرقص، وبيكون اسمه لايل. فبيقول خلاص انا كده عرفت انا هعمل ايه، وبياخد التمساح وبيروح بيه البيت عنده، وبيعزف هيكتور على البيانو عشان لايل يغني، بس ما بيغنيش لانه حاسس بالبرد. فهيكتور بيدفيه وبعدها بيرقصوا وبيغنوا مع بعض، وبيحس هيكتور انه بقى يقدر يعمل حاجات كويسه قوي والسبب لايل وموهبته في الغنى. بيبدا هيكتور يدربه على الاغاني والعروض اللي على المسرح، وطبعا لايل يوم بعد يوم بيكبر. بس بعد كده هيكتور بيأجر مسرح عشان يعمل عليه عروض هو والتمساح لايل، وبالاعلانات اللي هيعملها الناس هتحب تيجي وتتفرج عليهم، وهيكسب من وراه فلوس كتير. وبيكون اول يوم في العرض فبيغني هيكتور ومستني لايل يغني ويرقص معاه، بس لايل بيبقى خايف من الناس وما بيعرفش يغني. طبعا الناس بتضحك عليهم وبتسيبهم وتمشي، والعرض بيبوظ طبعا وبيفلس هيكتور، وبيبقى ما معهوش ولا تعريفه لانه صرف فلوسه كلها على المسرح والاعلانات. ولما بيرجعوا فهيكتور بيتكلم مع لايل وبيقول له مفيش مشكله وما بيحسسوش بالذنب، وبيقول للايل انه هيغيب عنه فتره. وبتعدي الايام وهيكتور ما بيرجعش، وبعد سنتين بتيجي عيله جديده عشان تشتري البيت اللي هيكتور كان مأجره، وبيبقى معاهم ابنهم جوش واللي كان مش مبسوط عشان سابوا بيتهم القديم. وبيقابلهم جارهم جرامز، وبيبقى معاملته ليهم بارده جدا وطريقته مش لطيفه معاهم. ولما الولد جوش بيشوف قطه جارهم الرخم جرامز فبيفرح بيها، فالراجل بيقول له اوعى اشوفك تقرب منها. بعدها بيدخلوا بيتهم الجديد وبيرصوا حاجاتهم. بالليل بيجي جوش وهو نايم في سريره فبيسمع صوت غريب جاي من الدور الاخير في البيت، ولما بيطلع ويدخل الغرفه فبيلاقي لايل عامل نفسه لعبه واقف يعني في صندوق ازاز. فبينزل جوش اوضته تاني عشان ينام. تاني يوم الصبح بيروح جوش على المدرسه الجديده بتاعته، وامه بتروح معاه توصله عشان ما بيبقاش عارف الطريق. فبيبقى جوش متضايق لانه مش متعود على الزحمه دي، وكمان لانه لوحده وما عندوش اصحاب. بيخلص اليوم وبيروح جوش على البيت، وبالليل بيقعد على اللاب بتاعه وبيحط اكل للقطه عشان تيجي، وبيروح ماسكها وبيقعدوا يلعبوا مع بعض. برضه تاني وهو بيلعب بيسمع صوت بيغني جاي من اخر دور، فبياخد القطه وبيطلع فوق، ولما بيدخل بيلاقي لايل واقف وبيخاف منه والقطه بتهجم على لايل، فبيفتح بقه وبيروح بالع القطه، وبيهرب لايل بعد كده من الشباك لانه خايف من جوش. وبيفضل جوش يجري وراه في الشارع لحد ما بيدخل حاره ضيقه، وبيطلع لجوش واحد عاوز ياخد منه اي حاجه معاه يقلبه يعني. فبيجي لايل وبينقذ جوش من ايد الراجل ده، وبيرجع القطه لجوش تاني وبيهرب من قدامه. تاني يوم الصبح ابو جوش واخد الزباله ورايح يرميها، فبيقابل جاره الرخم واللي بيتخانق معاه من غير اي سبب. وهي كده شخصيه الجار ده هو رخم فعلا. نطلع لاخر دور وبنلاقي جوش قاعد مع لايل وفرحانين وبيلعبوا مع بعض. ولما بيجي ميعاد المدرسه فجوش قرر انه يروح لوحده مش مع مامته من الطريق اللي كان فيه امبارح هو ولايل، وبيجروا ورا بعض. امه من خوفها عليه بتجري وراه فبتلاقيه وصل، فبيقول لها اطمني يا امي سيبيني بقى اروح المدرسه لوحدي بعد كده. ولما بترجع ام جوش البيت بيكون لايل عمال يتمشى في البيت وواخد راحته على الاخر، بس لما بيحس بيها فبيستخبى. طبعا ام جوش بتبقى برضه قلقانه على ابنها، وبيكون لايل مراقبها من فوق. بالليل بيخرج جوش ولايل من نفس المكان بتاع امبارح، وبياخد لايل وبيعرفه بالاماكن اللي المطاعم بترمي فيها بواقي الاكل، فبياخدوا احلى حاجه في البواقي دي وبيروحوا ياكلوا فوق اعلى مبنى في المدينه، وبيبقوا مبسوطين لدرجه انهم بيغنوا ويرقصوا مع بعض. تاني يوم الصبح القطه بتروح عند صاحبها الرخم وبيشوفها وهي بترجع جمبري من بتاع السهره بتاعت امبارح، فبيشك ان الولد جوش هو اللي اكلها الجمبري. الصبح بتروح ام جوش عشان تصحيه للمدرسه، فبتلاقي الباب مفتوح، فبتطلع فوق وبتلاقيه نايم في حضن تمساح، فبتاخد جوش وبتجري من قدام التمساح وهي بتصرخ. ابنها جوش بيقول لها ان التمساح ده طيب يا ماما، بس هي مش بتقتنع. فبيجي لايل وبيدخل من الشباك وبيغني قدامها عشان يقنعها انه طيب. بتقتنع الام وبتروح مع جوش المدرسه وبتقول له انا هقول لباباك، بس جوش بيقول لها بلاش، وبيتحايل عليها لحد ما بتوافق. ولما بترجع البيت بتبقى خايفه من التمساح وبتقفشه وهو في الحمام وعمال يغني، برضه بتخاف
وبتطلع تجري منه. فلايل بيحاول انه يطمنها واقنعها انه مش شرير، لدرجه انه بيدخل المطبخ وهو بيغني وبيطبخ كمان معاها لحد ما بتطمن له وبترقص معاه وبيبقوا اصحاب، لدرجه ان هي وابنها جوش وهو بيخرجوا مع بعض بالليل وبيروحوا برضو ياكلوا من الزباله. جارهم الرخم ما بيبقاش مطمن ليهم فبيجيب كاميرات وبيروح مركبها حوالين العماره. بنيجي لجوش وامه اللي بيبقوا قاعدين بياكلوا ومبسوطين، وبيجي ابو جوش وبيبقى مستغرب من اللي بيعمله ابنه ومراته، وعشان ما يفضلش الاب زي الاطرش في الزفه فبتقرر انها تقول له على الحقيقه، وبتروح معاه لاوضه ابنهم عشان توريه التمساح. ولما بيشوفوا فبيخافوا وبياخد مراته وابنه وبيجروا. فبيجي التمساح لايل وابنه جوش ومراته وبيقنعوه انه كويس ومش شرير، وبيفضل خايف منه. ولما باب البيت بيخبط فبيفتح الباب فبيلاقي هيكتور وما بيبقاش عارف هو الراجل ده مين. ولما لايل بيشوفه بيكون زعلان منه لانه سابه كتير لوحده، بس هيكتور بيقدر يصالحه. هيكتور بيقترح انه يقعد معاهم في البيت ده لانه كان مأجره، وبيوافقوا انه يقعد معاهم لان العقد فيه بند بيقول انه ممكن يقعد معاهم 15 يوم من ساعه رجوعه ليهم. وبقى هيكتور هو ولايل كل يوم يغنوا ويرقصوا طول الليل، لدرجه ان اهل البيت وحتى الجيران بقوا متضايقين من صوتهم العالي. تاني يوم بيخرج لايل وهيكتور وجوش وامه عشان يتفسحوا، وابوهم بيرفض الخروج معاهم لانه ما بيبقاش حابب هيكتور لانه ضيف تقيل عليه في بيته، وبيفضلوا يتفسحوا. بدل ما كان لايل بيخرج بالليل بس خلوه يخرج ويتفسح كمان بالنهار. تاني يوم ابو جوش بيطلع يجيب حاجه من اخر دور، وبيبدا لايل انه يصارع ابو جوش وبداوا ياخدوا على بعض اكتر. وبالليل هيكتور ولايل بيعملوا عرض سحري للعيله وبيقعدوا يرقصوا ويغنوا. تاني يوم بالليل هيكتور بيقول للايل انه نجح انه يقدم عرض سحري قدام الجمهور، وانهم ممكن يقدروا يقدموا عروض زي ما كانوا عاوزين قبل كده. تاني يوم بالليل هيكتور بياخد لايل عشان يقدموا عرض، فبيكون جوش زعلان، وبيرجع هيكتور بالليل بعد ما بيفشل انه يقدم عرض قدام الجمهور تاني، وجوش بيواسيهم على فشلهم في العرض. تاني يوم الصبح جارهم الرخم بيجمع كل الجيران علشان يخليهم يمضوا على اقرار ان عيلة جوش عامله لهم ازعاج، ولان جارهم الرخم عرف كمان موضوع التمساح من الكاميرات اللي كانوا مركبينها. وبيجي هيكتور وبيسلم على جارهم الرخم وبيقول له بقى كده برضه تركب كاميرات عشان تراقب بيها السكان، هو انت استأذنت منهم؟ فقال له لا. فقال لهم انا لو مكانكم ابلغ عنه. فالجار الرخم اتوتر وراح لاغي موضوع الاقرار ده، وبيسيبوه الجيران وبيمشوا. طبعا عيلة جوش بيبقوا مبسوطين من هيكتور لانه طلعهم من الورطه دي، وبيطلع فوق بعد كده. ام جوش بتشوف من الشباك ان فيها عربيات للشرطه جايه تاخد التمساح، فبتقول لابنها جوش خبي التمساح لايل بسرعه وقول لهيكتور عشان ياخد باله. بس هيكتور شكله كده هرب من الشباك وساب لايل لوحده، والشرطه بتكون قبضت على لايل، وجوش بيبقى حزين قوي عليه، وبياخدوا لايل على حديقه الحيوان وبيخلوه يعيش وسط التماسيح اللي هناك. جوش بياخد ابوه وامه وبيروحوا يزوروا لايل، ومن كتر حزنه على صديقه لايل بيغمى عليه، وبيتصلوا على الاسعاف واللي بتيجي تعالجه ويفوقوا تاني. وبيكون لايل في الحديقه لوحده وعمال يغني بصوت حزين، وبيفتكر صاحبه هيكتور اللي سابه وهرب. وبيكون هيكتور مقرر انه يسيب البلد دي ويروح حته تانيه. وفي نفس الوقت اللي جوش بيفكر فيه هو كمان بيفتكر ذكرياته الجميله مع جوش وعيلته واوقاتهم الجميله مع بعض. تاني يوم في المدرسه بتقعد صديقته بتواسيه على اللي حصل معاه هو وصديقه لايل، وبعد المدرسه امه بتاخده وبيروحوا البيت، وبعد العشاء بياخد الزباله عشان يرميها بره. وفجاه بيلاقي هيكتور بيطلع له فبيقول له انت ازاي تبيع صديقك لايل بالسهوله دي؟ فهيكتور بيقول لجوش انا حاسس بالذنب وانا قررت اهرب لايل من الحديقه، وبيقول له انت لازم تساعدني نهربه وهستناك الساعه 4 الفجر قدام الحديقه. فبيرفض جوش انه يروح وبيروح قافل الباب في وشه، والساعه 4 فعلا بيكون هيكتور مستني عند الحديقه، بس جوش مش بيرضى يروح. فبيدخل هيكتور الحديقه لوحده وبيربط الحارس في الباب وبيروح عند التماسيح، فبتروح التماسيح كلها محوطاه وما بيبقاش عارف يخرج لان الحبل اللي معاه اتقطع منه وهو نازل. وبيطلب من لايل انه ينقذه، بس لايل من زعله ما بيساعدوش. وبيجي جوش وبيشوف اللي بيحصل فبيطلب من لايل مساعده هيكتور، وبيروح هيكتور متاسف للايل، وفعلا لايل بيروح ينقذ هيكتور. واول ما بيطلعوا من الحديقه بيلاقوا البوليس وراهم، وبيشوفوا وهم واقفين ان فيها عربيه للمواهب معديه من جنبهم، فبيحاولوا يثبتوا للشرطه وللناس ان لايل حيوان اليف ومش وحش. وبيروح هيكتور عامل خدعه من الخدع بتاعته بالدخان لحد ما جوش ولايل يهربوا من الشرطه. الشرطه بعد كده بتقبض على هيكتور، وبنشوف جوش ولايل بيروحوا فعلا برنامج المواهب. ولما بيوصلوا للمسرح الابواب كلها بتبقى مقفوله، فبتيجي صديقه جوش وبتقول لهم احنا ممكن ندخل من الباب اللي ورا. وفعلا لايل وجوش بيدخلوا على خشبه المسرح، بس اللجنه بتبقى خايفه هي والجمهور، والشرطه خلاص بتبقى هتقبض عليهم. بس جوش بيقول للايل دي اخر فرصه لينا، وبيبدا جوش يغني. فبيروح لايل واخد المايك من جوش وبيبدا يغني ويرقص على المسرح، وبيبدا الناس تسمع لاول مره تمساح بيغني وكمان صوته حلو قوي. وكل الكاميرات بتنقل الحدث ده، وبيعرف الناس ان لايل تمساح اليف وطيب، وبتبدا الناس تحبه. بيجي جارهم وسط الفرحه دي كلها وبيرفع
رفع على عيلة جوش قضية لانهم مربين تمساح جوه البيت وبيكسب القضية فعلا. بس هيكتور بيجي المحكمة وبيكون معاه وثيقة تخص جدته، واللي كانت عبارة عن تكريم ليها من الحكومة الامريكية، وانها مسموح ليها انها تربي اي حيوان مهما كان نوعه في بيتها. وبكده عيلة جوش بتكسب القضية، وبيروح ابو جوش على جارهم الرخم وبيديله حتة علقة. ولما بيروحوا البيت ومعاهم هيكتور بيقرروا يحتفلوا بالمناسبة السعيدة دي، ولايل بقى بيدخل البيت ويخرج على كيفه، وبيبقوا فرحانين وسعداء. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده، ويا ريت اعرف رايكم في التعليقات. وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.